الفنان اللي هنتكلم عنه النهاردة هو الفنان الراحل محمد متولي. هل الزغطة أنهت حياته؟ وكمان وفاته اللي جت مفاجأة، وليه محدش حضر أي حاجة سواء جنازته أو عزاه؟ هنعرف تفاصيل كتير جدا عن اللحظات الأخيرة في حياة الفنان محمد متولي، وكمان هنعرف مين ابنته الفنانة المشهورة وقصة حياته وكمان مشواره الفني. خليكم معايا لآخر الفيديو علشان تعرفوا كل التفاصيل عن الفنان الجميل محمد متولي. الفنان محمد متولي من مواليد المنوفية تحديدا في شبين الكوم في يوم 11 مارس سنة 1945. والفنان اسمه بالكامل محمد محمود متولي أحمد. الفنان ما كانش مجرد ممثل عادي، كان بيأدي أدواره بكل حب وإخلاص للشخصية اللي بيأديها، وعمره ما فكر يكون اسمه متصدر على أفيشات الأفلام أو تترات المسلسلات علشان كده يكسب ثقة الجمهور ويوصل لقلوبهم، لكن أقنع جمهوره اللي بيحبه بكل أدواره اللي قدمها. فبمجرد سماع نبرة صوته هتعرف إنك هتشوف على الشاشة يا إما شخصية هتضحكك من قلبك أو شخصية هتصدمك من الخوف والرعب. والفنان انتقل من شبين الكوم إلى الإقامة في الإسكندرية ودخل كلية دار العلوم، لكنه تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية واشتغل معيد في المعهد، واكتشف عدد كبير جدا من المواهب الفنية اللي متصدرة دلوقتي الساحة الفنية. نجوم كبار زي الفنان شريف منير، وكمان الفنان سامح السريتي، وكمان الفنان أحمد عبد العزيز، وغيرهم من النجوم اللي اكتشفها الفنان محمد متولي. وبالنسبة لزيجاته أو عدد زيجات الفنان فهو تزوج مرة واحدة فقط، وتزوج من خارج الوسط الفني، وهي السيدة وفاء إبراهيم خريجة كلية دار العلوم، وأنجبوا سمر ويمنى. وورثت الفنان محمد متولي ابنته سمر حبت الفن والتمثيل، وشاركت في مسلسل شبر مية مع الفنان أحمد السعداني. وقالت في حوار ليها ان والدها صارحها وقال لها ان هو لازم يكون ليها شغلانة تانية بجانب التمثيل، وان حلم حياته انها كانت تطلع مذيعة. وبالنسبة لمرضه ووفاته فاتوفى الفنان يوم 17 فبراير سنة 2018، ورحل عن عالمنا الفنان الجميل محمد متولي بسكتة قلبية بدون أي ضجة إعلامية ومن غير ما يحس بيه أي حد، لدرجة إن مفيش حد من نجوم الوسط الفني سواء فنانين أو فنانات حضروا عزائه، ولا أي حد ودعه أثناء اللحظات الأخيرة أو كمان بعد وفاته. والغريب في الأمر إن زوجته السيدة وفاء في لقاء ليها حكت إن كان عنده السكر وضعف في عضلة القلب، لكن سبب الوفاة ما كانش بسبب المرض ده، بل بالعكس ده كان دور برد عادي جدا وتوفى وقتها. وحكت سمر وزوجته اللحظات الأخيرة وقالت إن ما عرفناش نلحقه، وقالت له اتغطى يا بابا، قال لها يا بنتي خلاص، وساب الموبايل من إيده وتوفى. وحاولت بكل الطرق إنها تفوقه وضغطت على قلبه، لكن كان بالفعل اتوفى. وانتقالا لمسيرته الفنية، انطلق الفنان محمد متولي نحو الشهرة في فترة السبعينيات من خلال فيلم خلي بالك من زوزو مع الفنانة سعاد حسني، وكمان الفنانة تحية كاريوكا، والفنان حسين فهمي. وده كان أول انطلاقة ليه، وتوالت عليه الأعمال بعد ذلك، وشارك في كتير من الأعمال الفنية ما بين السينما والتلفزيون وكمان المسرح. فوصل عدد أعمال الفنان محمد متولي حوالي 250 عمل فني ما بين السينما والمسرح وكمان التلفزيون. والفنان محمد متولي كان محظوظ جدا لأنه اشتغل مع عدد كبير من عمالقة الفن، منهم محمود مرسي ويحيى الفخراني ونور الشريف وصلاح السعداني وسناء جميل وجميل راتب وغيرهم من الممثلين الكبار اللي أي حد كان نفسه ويتمنى إنه يشتغل معاهم.
وكانت آخر أعماله المسلسل واكلينها ولعة 2 اللي اتعرض بعد وفاته في 2020. ومن أبرز الأعمال اللي قدمها في التلفزيون مسلسل ليالي الحلمية وطاقة نور وهربانة منها وشمس الأنصاري كمان. وقدم أفلام مميزة جدا منها مطب صناعي وسلام يا صاحبي وشنطة حمزة والباب يفوت أمل وحسن ومرقص. كما برع في تقديم المسرحيات منها حزمني ياه وولاد الذين وكمان آخر المطاف. وفي لقاء تلفزيوني سابق للفنان محمد متولي من حوالي 12 أو 13 سنة كشف عن موهبته في التمثيل عندما كان بيمثل استكشات صغيرة ثم مسرحيات الفصل الواحد في المدرسة. وقال ان اخواته كانوا هم صحاب الفضل عليه في ان هو يكتشف ان هو بيحب الفن والتمثيل. وقال ان هم كانوا بيصطحبوه معاهم في المسرحيات اللي كانوا بيشاهدوها، وهو ده اللي نمى فيه حبه للفن والتمثيل. أما في مدرسة السعدية الثانوية فقدمت 3 مسرحيات عالمية بترتيبهم زي مسرحية موتى بلا قبور وكمان مسرحية العادلون وآخر مسرحية كانت الأب. وقال إن هو حصل على ميداليتين ذهبيتين من آخر مسرحيتين. أما المسرحية الأخيرة فحصل على ميدالية ذهبية بامتياز. بعد ذلك قدم أوراقه في المعهد العالي للفنون المسرحية ومكتب التنسيق اللي اختار له كلية دار العلوم. والأول مرة ارتكب فعل أندم عليه وهو إنني كدبت. بعد التقديم في معهد التمثيل مكتب التنسيق قدمت في معهد التربية الموسيقية العالي بالزمالك. حقيقة أنني لم أكن أنوي الالتحاق بهذا المعهد، ولكنني كنت لدي رغبة في أن أختبر أذني وأعرف إذا ما كنت موسيقي أم لا. وقال إن اللجنة اللي اختبرته في الوقت ده كانوا مكونة من 2 سيدات وهي السكرتيرة ووكيلة المعهد، وكانت مدة الاختبار حوالي ساعة إلا ربع. وقال إن هم عصروني وغنيت لهم أغنيتين لمحمد عبد الوهاب، أغنيتين قدام. وقال إن أول أغنية كانت عصفور البان والأغنية التانية يا جارة الوادي. وقال إن في النهاية لقى استحسان كبير جدا منهم. وفي الآخر الوقت سألتني وكيلة المعهد هل إذا نجحت في هذا الامتحان ووجدت نفسك صالح للتحضيرية أي إعدادي معهد ستلتحق بالمعهد وتدرس الموسيقى، واعلم جيدا أنك إذا لم تلتحق ستحرم غيرك من هذه الفرصة. وهناك اعتراف أنني كذبت وقلت لها أنا أحب الغناء وأود لو أتعلم العود. وبالفعل نجحت وفزت بالتحضيرية ولم ألتحق بمعهد الموسيقى، ويشاء الله أن يجازيني بأن أرسب في معهد التمثيل، وهذه عدالة السماء. واستمريت في دار العلوم حتى السنة الثالثة، ووقتها صممت اني اقدم تاني في معهد التمثيل وحصلت على المركز الاول بدون وساطة. والحقيقة اني من خلال كلية دار العلوم ومنتخب جامعة القاهرة حصلت على جائزة احسن ممثل 3 مرات. والفنان محمد متولي بيعتبر ان دوره مع الفنان عادل امام في سلام يا صاحبي، قال ان الدور ده افضل دور ليه اللي قدمه. وقال ان خلو في سلام يا صاحبي ترك بصمة كبيرة جدا للمشاهدين لان الفيلم حقق اعلى نسبة ايرادات في الوقت ده. وعن أمنية الفنان محمد متولي قال أنا بحلم أني أحصل على جائزة أوسكار، وقد ضحك البعض. وكمان قال لكن أدعو الله أن أحصل على جائزة أوسكار قبل أن أموت بساعة، وأملي في الله كبير وفي موهبتي. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة اللي كان بطلها الفنان محمد متولي. وأرجو من حضراتكم ما تنسوش دعمنا بلايك للفيديو وكمان اشتراك في القناة ونفعل الجرس على الكل ليصلكم كل جديد وحصري من القناة. وما تنسوش تكتبولي في الكومنتات مين الفنان اللي تحبوا نتكلم عنه وعن مسيرته الفنية وكمان حياته الشخصية في الحلقة اللي جاية.